في الفيديو ده هنتكلم ان انت ازاي تستدرك وترجع تعمل رومنتادا على المنهج قبل الامتحانات، سواء كان عندك وقت او كنت مزنوق زنقة كلاب. وهنقول نصايح هامة جدا ليك اثناء المذاكرة واساليب لو طبقتها تنجز معاك كتير وتسهل عليك الفهم. فيا ريت تتفرج على الفيديو كامل وتنزل تقولي رايك في الكومنتات، ويلا نبدا الفيديو. ازاي تستدرك الحاجات اللي عندك وترجع تلمها حتى ولو كنت بعيد تماما في الفترة الصغيرة اللي قبل الامتحانات؟ اول حاجة تقوم كده وتعزم النية طالما انت عارف ان انت لازم تبدأ وتذاكر. رقم 2، اتفرج على الفيديو للاخر عشان هيفرق معاك كتير. رقم 3، اول خطوة فعلية، هات ورقة وقلم وتعالى معايا بقى. من وانا صغير وانا متعود على الموضوع ده، طول ما انا مش عارف الحاجات اللي عندي دي حجمها عامل ازاي، والمذاكرة بتاعتها هتتطلب مجهود كبير جدا وهتفهمها بصعوبة ولا حاجة ممكن تفهمها بسهولة، والكم بتاع الشباتر او المحاضرات اللي عليك دي قد ايه، طول ما انت بتبقى مش مطمن، بتبقى مش عارف انا هخلص الحاجات دي في وقت قد ايه وهفهمهم قد ايه، في حل وافكار وتدريبات عليهم قد ايه. فالحاجات دي كلها طول ما انت مش عارفها بيبقى في مشكله من الاثنين، يا اما تكون فاكر ان الدنيا لذيذه وهتتلم بكوبايه شاي وساعتين جد وتلبس في الحيطه يوم الامتحان او قبل ما تيجي تذاكرها على طول، وتلاقي مفيش وقت وان الماده محتاجه اسبوع مش يومين زي ما انت كنت مخطط لها. يا اما انت مكبر الموضوع قوي وهو ممكن يتلم في ساعتين ثلاثه. انت مثلا عامل حسابك ان الماده دي صعبه وان انا لما اقعد اذاكر الجزء اللي فايتني منها ده مثلا هحتاج وقت كتير وهفضلها يوم معين مثلا اكون فاضي فيه والدنيا تمام عشان اذاكرها، وهي اصلا ممكن تتلم في ساعتين ثلاثه كل اللي انت محتاج تذاكره فيها. فانت مديها حجم اكبر من اللي هي محتاجاه، فبالتالي معطلك عن ان انت تبدا فيها. فاهم حاجه ان انت تبدا اول خطوه عمليه، وهي ان انت تخطط للحاجه اللي عندك. طيب هنخطط للمذاكرة ازاي؟ مبدئيا هتجيب ورقة وهتكتب فيها اسم المادة اللي انت هتخطط لها، وهتحدد كل الشباتر الموجودة في المادة دي، وكل شابتر على حسب انت ذاكرته ولا لا. الشابتر اللي انت ذاكرته فهيبقى فيه بوكس للمذاكرة وفيه بوكس تاني للحل بتاعه. لو ذاكرته هتعمل عليه صح، لو حليت برضه هتعمل صح او غلط على حسب انت عملت ايه. طيب في حالة ان انا ذاكرته بقالي فترة ومش فاكر انا مذاكره كويس ولا نص نص، ممكن تقيم مذاكرتك للشابتر ده من 10. طيب في الشابتر اللي انا ما ذاكرتوش هتيجي عليه برضه وتحدد 2 بوكس، واحد للمذاكره وواحد للحل، وهتكتب قدامه اذا كان في فيديو للشرح بتاع الشابتر ده ولا لا، وبرضه الحل هتكتب اذا كان في شيتات هتحلها ولا لا. وبنفس السيكونس ده هتعدي على كل الشباتر الموجوده في المنهج وتحدد اللي انت ذاكرته وتعمل فيه اللي احنا قلنا عليه. كده انت بقى عندك رؤيه كامله لكل الحاجات اللي موجوده في الماده دي، وتقدر دلوقتي تقيم الحاجات دي هتذاكرها امتى وهتحتاج منك مجهود قد ايه. كل الحاجات دي بتفرق معاك جدا اثناء ما انت بتبدا تذاكر. وحرفيا لو ما عملتش الخطوه دي بحس ان انا تايه كده ومش عارف انا هعمل ايه او هبدا منين. فاول خطوه هي خطوه التخطيط، بالاضافه انك لما تخطط افكارك وتبقى عارف طريقك اللي انت هتمشي عليه في كل ماده عامل ازاي وملم بكل الحاجات اللي انت محتاجها، ده عامل نفسي بيفرق معاك جدا. اقعد ارسم بلان لكل حاجه انت هتعملها في كل ماده، حرفيا ده هيفرق معاك كتير. وكل مره بكون تايه وخايف جدا قبل ما اخش اي امتحانات، مجرد ان انا اعمل الخطوه دي بستقر كده وبهدى وبلاقي نفسي اديت اداء ممتاز جدا في الحاجه اللي انا داخلها دي باقل مجهود، لان انت بقيت مركز في الحاجه اللي انت بتعملها وعارف انت بتعمل ايه. فلا تستهون بالتخطيط. وزي ما بيقولوا كده، لو عندك 6 ساعات تقطع فيهم شجره، ف4 ساعات من ال6 دول هتكون بتسن البلطه اللي انت بتقطع بيها الشجره دي. فركز في سن البلطه عشان الخبطه بتاعتك وانت بتقطع الشجره تكون مركزه، عارفه هي رايحه فين وليها تاثير كبير. طيب خططنا كويس جدا وعرفنا هنعمل ايه وبقى عندنا طريق هنمشي عليه، ونبدأ بقى نذاكر. وتيجي هنا مشكلة الجيل كله، وهي التسويف. مش عارف تتلم على كتاب نص ساعة، مش عارف تقعد من غير ما تمسك التليفون او تسمع حد بيتكلم بره فتقوم تقعد معاه، او تقعد ترغي، او تروح تسأل على زمايلك اللي انت ما شفتهمش بقالك قد كده وتلف على قرايبك كلهم، ومش عارف تقعد تخلص الحاجة اللي عليك. عارف انت بتبقى مدرك الهم اللي وراك والحاجة اللي انت المفروض تذاكرها، ومع ذلك مش قادر ان انت تقعد تذاكر. والكلام ده بيحصل معانا كلنا بلا استثناء، لان احنا جيل مشتت بسبب التليفونات اللي احنا بنمسكها في ايدينا، بسبب الريلز اللي دايما بتقابلنا. ما بقاش عندك تحكم في نفسك ان انت تقعد تعمل حاجة لفترة طويلة ولو حتى نص ساعة. انت الحاجة عايزها تخلص على طول، عايز تجري على اللي بعديه، عايز تنجز وتاخد المعلومة في اقصر وقت. فازاي هتقعد تذاكر محاضرة لمدة ساعة وتحل عليها لمدة ساعة او ساعتين كمان؟ فالحل هنا ان انت تشوف العواقب اللي هتجيلك لو ما ذاكرتش. يعني مثلا تخيل ان انت شلت المادة اللي انت مش عايز تقوم تذاكرها دلوقتي، هتبقى حالك عامل ازاي؟ اهلك هيكونوا مبسوطين بيك، وانت اصلا ذات نفسك حابب ان انت تنزل تاني في السمر وتذاكر، او ان انت تاخد المادة السنة الجاية تاني وتشيل همها تاني بتسليماتها بحاجاتها. وبرضه لو انت في ثانوي او اعدادي، تخيل ان انت بتضيع حلمك اللي انت بتحلم بيه عشان بس مش عارف تقوم تذاكر شوية. فحرفيا حط حجم العقوبة اللي هتحصل لك قدامك،
وهتلاقي ان المذاكره هينه جدا. وخليك دايما فاكر ان الم الندم اللي هيجيلك من التقصير اكبر بكتير من الم ان انت تقوم تجبر نفسك وتذاكر. طيب الحمد لله البطل قام هو هيذاكر. عايزين بقى نخلي المذاكره لذيذه كده بحيث ان احنا لما نبدا نذاكر ما نتخنقش ونتقفل كده. انا عن نفسي بفضل نظام بومودورا تكنيك، لان هو بيديك وقت للمذاكره وفي نفس الوقت بيديك وقت للبريك بحيث ان انت تراضي نفسك كده وما تحسش ان انت جاي على نفسك طول اليوم وطاحن نفسك. وبرضه من الحاجات المهمه جدا ان انت ما تخليش مخك كله في الزوم بتاع المذاكره، لازم تفصل شويه وترجع تاني عشان ما تحسش ان انت قفلت. المخ بعد فتره معينه بيبدا ان هو خلاص انا بعمل نفس الحاجه، انا زهقت، انا مش عايز ادخل معلومات ومش هركز، وهتبدا تسرح في اي حاجه حرفيا حواليك. وانت معاك بقى في بومودورا تكنيك ان انت تزود او تقلل الوقت، يعني ما تثبتش على 25 10 او 25 5. انا مثلا في الدراسه بالنسبه للكليات العلميه الصعبه او مثلا زي الكليه عندي، فكره 25 دقيقه بس ده مش كم خالص، يعني حرفيا ممكن تحل فيهم مساله واحده لو كانت مساله رخمه يعني، او مسالتين لو في مستوى العادي. فحرفيا 25 دقيقه مش تلحق اصلا تخش في المود وتذاكر. فعن نفسي مثلا بحب ان انا اظبطه 50 10، اذاكر 50 دقيقه تريح 10 دقائق وهكذا. انت برضو بتشوف مذاكرتك وتشوف الكم بتاعك وانت تركيزك هتقدر تركز في الحاجه اللي انت بتعملها دي فتره قد ايه. ابدا في الاول بارقام صغيره وحاول تكبرها مع الوقت بحيث ان انت تستفيد من اكبر فتره بتبقى ديب فوكست فيها ومركز في الحاجه اللي انت بتعملها. مع بومودورا تكنيك بحب ان انا اقسم الحاجه اللي انا هذاكرها دي لتاسكات صغيره. يعني مثلا لو عندك شابتر هتذاكره فيا ريت تقسم الشابتر ده لمذاكره الشابتر ذات نفسه وحل الشيت بتاعه مثلا وحل الاسئله اللي جت على الشابتر ده في الامتحانات. كده انت قسمت المهمه الكبيره دي ل3 مهام صغيرين بحيث ان انت تتابع التقدم بتاعك وتشوف فعلا نتيجه للي انت بتعمله، مش مجرد ان انا بقالي 3 4 ساعات في الحاجه دي بعملها ولسه ما قدرتش ان انا اعمل تشيك على الحاجه دي ان انا خلصتها فحس باحباط وان انا ما قدرتش اعمل فيها حاجه. ولو لسه عندك محاضرات بتتشرح في الكليه وحابب ان انت ما تاثرش فيها زي المحاضرات اللي عدت قبل كده وانت اثرت فيها، ففي فيديو كنا بنتكلم فيه عن ان انت ازاي تستفيد من كل ثانيه بتحضرها في المحاضره. في نصايح مهمه جدا للمحاضرات والفهم في المحاضرات، وهتلاقي فيه معلومات كويسه جدا واساليب لو طبقتها فعلا مش هتطلع من المحاضره بعد كده وانت مش فاهم. فهسيبه لكم في الديسكريبشن، يا ريت تبقى تتفرج عليه بعد الفيديو ده. نيجي بقى لمرحله المذاكره. والله بشوف ان هي ليها طريقتين ودول هتعرفهم في مرحله التخطيط. الحاله الاولى ان انت يكون معاك وقت كافي قبل الامتحان، يعني مثلا بتتكلم من اسبوع ل3 اسابيع. الحاله الثانيه ان انت ما يكونش معاك وقت واللي احنا بنسميها زنقه الكلاب. هنتكلم عن كل واحده ازاي تلم فيها وتستدرك، وكل واحده منهم ليها نظام معين هنتعامل فيه اثناء المذاكره فيها. في حاله ان انت معاك وقت فانا بفضل جدا ان انت تتعامل بنظريه السبيس ريبيتيشن، يعني تعمل اكتر من مراجعه على مدار الفتره اللي انت هتذاكرها وتكون في فترات ما بينها خلال الفتره اللي قبل الامتحان على اوقات متباعده. فعلى سبيل المثال لو انت عندك الامتحان ده هيكون كمان 3 اسابيع وانت الماده دي زي ما خططت لها محتاجه منك اسبوع. فكره السبيس ريبيتيشن ان انت هتيجي تذاكر الماده دي في اول اسبوع هتخصص لها مثلا يومين ونص، تاني اسبوع هتخصص لها يومين ونص تاني، وتالت اسبوع برضه هتخصص لها يومين ونص. هو تقريبا وصلت في الاخر لنفس الاسبوع اللي انت ذاكرته، بس انت ذاكرته على فترات متباعده. كل مره بتذاكر فيها انت بتراجع على حاجات عدت وبتذاكر حاجات جديده، وكل مره بترجع عقلك لنفس المعلومات اللي انت كنت بتذاكرها على مدار فترات بعيده. ولو عرفت سيكولوجيات تخزين المعلومه في المخ هتعرف ان السبيس ريبيتيشن افضل طريقه. فالسبيس ريبيتيشن بيديك افضليه كبيره جدا في فهم المعلومه وفي حفظها، في استرجاع المعلومه في الوقت اللي انت هتبقى محتاجه فيها، وده بيعمل لك حضور ذهني في الامتحان، لانك اثناء ما هتبقى في الامتحان هو هيعمل بالظبط ده، هيسترجع معلومات اللي انت ذاكرتها، فانت بتدربه على الحاجه اللي هو هيعملها في الامتحان اوريدي. الحاله الثانيه وهو ان انت يكون ما عندكش وقت قبل الامتحان او مزنوق زنقه كلاب، وربنا ما يحط حد فيها. في الحاله دي انت لازم تذاكر بذكاء ولازم تشغل ده شويه. في نظريه اسمها 80-20، والنظريه دي بتقول ان 80% من النتائج بتكون جايه من 20% من المجهود. اما بالنسبه لنا كطلبه فال20% دي هتكون الاسئله اللي بتتكرر في كل امتحانات السنين اللي فاتت. هتجيب ورقه وقلم وتعدي على كل امتحانات السنين اللي فاتت لو متوفره في الماده دي، وتبص على الاسئله اللي بتتكرر او على الشباتر اللي بيكون عليها اغلب الاسئله وتبدا تركز عليها وتحددها. مفيش دكتور في اي جامعه ايا كانت هي ايه ما بيكررش اسئله حرفيا بنفس النص، او ما بيحطش على نفس الشابتر اكتر من سؤال كل سنه، او حتى في اضعف الحالات لو مش بيكرر هتلاقي شكل الامتحان في نفس الشكل. يعني هبقى عارف انا داخل اتسال MCQ ولا اسئله مقالي، هتعرف الجزئيات اللي بتتكرر والشباتر اللي بيتسال عليها كتير وهتبدا تركز عليها جدا في المذاكره. فيبقى اختصارا للنقطه الاخيره دي، في حاله ان انت ما عندكش وقت هتركز على جزئيات صغيره هتذاكرها تديك عائد كبير جدا من النتيجه. اخر جزئيه هنتكلم فيها هي نصايح مهمه جدا هتفرق معاك اثناء المذاكره. اولهم ركز على الحل اكتر من المذاكره. يعني في حاله ان انت ذاكرت حاجه معينه وفهمتها فتخطى الجزئيه دي وابدا حل عليها.
او لو انت في كليه علميه فيها حفظ حاول تركز اكتر ان انت تقدر تأدي الحفظ ده. يعني لو في فورمه معينه للتسميع اللي هو محتاج تسمع فيه القانون او الحاله، لو انت مثلا في طب او في حقوق او في علوم او ايا كان، فيا ريت تحفظ بنفس السيكونس اللي انت هتسمع بيه او نفس السيكونس اللي هو عايزك تسمع بيه. ما تبقاش فاهم بس مش عارف تطلع الكلام ده على الورق في اجابه. يعني دي النقطه اللي بتكلم فيها، انت تختبر في ايه وركز عليه. تاني نقطه، حاول ان انت تنام كويس جدا قبل الامتحان، يعني ما لا يقل عن 6 ساعات. لازم مخك يكون في حاله مستقره عشان يقدر يسترجع المعلومات اللي انت ذاكرتها. لو انت داخل مطبق وشارب قهوه حتى ولو طن قهوه مش هيفرق معاك في حاجه، وهيبقى حرفيا في عدم تركيز وفي تعب وفي صعوبه في استرجاع المعلومات اللي انت ذاكرتها. مفيش حاجه زي النوم. النوم هو افضل حل لمخك، فما تقولش ان المنبهات هتفرق او ان انت هتصبر نفسك مثلا وهتنام بعد الامتحان. لا، حاول تنام حتى لو انت ما ذاكرتش افضل حاجه. نام، خش الامتحان بالجزء اللي انت ذاكرته ولو قليل بس مدرك وعارف تسترجع المعلومات اللي فيه، احسن ما ابقى ذاكرت كل حاجه في المنهج بس اخش الامتحان مش هقدر افتكر حاجه من الحاجات دي، ومخي مش هيبقى قادر يعمل اي حاجه لان هو تعب من المذاكره وعايز يريح. مخك محتاج يريح، فنام. اخر نقطه وبشوف ان هي ليها تاثير كبير جدا على كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها خلال الفيديو، وهي علاقتك بربنا. اوعى ضغطك في الامتحانات والحاجات المتراكمه عليك والضغوطات من الامتحانات والحفظ والمذاكره تخليك تاثر في حق ربنا. الوقت اللي انت هتصلي فيه عمره ما هيأثر عليك، بالعكس انت ممكن تمسك التليفون وتضيع وقت اكتر من كده بكتير. الحبه اللي انت هتقف تصلي فيهم قدام ربنا انت بتفصل وبتريح وبتدعي ربنا ان هو يوفقك، وباذن الله هيوفقك لو انت اخلصت النيه واخلصت الدعاء. واخر حاجه بيكون بركه وليه عائد كويس جدا عليك بعد كده في الامتحانات بتاعتك. فما تحسش ان انت الساعه او الساعه ونص اللي هتروح منك في الصلاه خلال اليوم دي اللي هتاخرك. ويوصلنا لاخر الفيديو، لو حاسس ان انا لخصت لك الدنيا وانت عرفت فعلا هتعمل ايه وبقيت متحفز ان انت تقوم تذاكر، فيا ريت تبعت الفيديو لزمايلك عشان الناس كلها تستفيد. وما تنسانيش بقى بلايك سبسكرايب وتفعل الجرس وعشان تتابع الفيديوهات الجايه. وسلام.